ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ معاكم دينا. النهارده هنعمل مع بعض العيش المصري باحسن واسهل طريقه من غير رح. وطبعا انا عارفه اغلبيه الناس مش هتعرف ترح على المطرحه، مش خليك ترحي اساسا. او هنعمله على البوتاجاز كمان، يعني هيبقى اسهل ما يمكن. بصوا العيش طري ازاي وجميل جدا، حجمه حلو. فاللي عاوز يشوف العيش ده اتعمل ازاي يكمل معايا الفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان ويفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بينا على الطريقة. انا دي مية دافية فترة يعني ولا سخنة، ولا حطيت لها معلقة ملح صغيرة. هعمل كيلو دقيق. انا قصدي نعمل كيلو دقيق بس عشان يعني اوريكم في كمية قليلة ان انت تقدري تعملي كيلو واحد. وحطيت مكعب خميره صغيره، انتوا شفتوه خميره بيره. انا بحب اعمل العيش بخميره بيره. حتى مره فاتت عملت معايا كل عيش الشمسي، برضو عملته بخميره بيره، يعني مش خميره فوريه. وانا بحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس تحت في الفيديو، لو عاوزين تخشوا تتفرجوا على العيش الشمسي. برضو عاملاه بطريقه سهله جدا. دلوقتي اهو انا بعد ما حطيت الدقيق دي اللي انا حطيته ده كيلو دقيق ومنخول، دقيق بلدي عادي. وانا اهو بحط حطيت دقيق وبعجن فيه. ببتدي اهو ادوس لتحت زي ما قلت لكم، تدوسي لتحت الاول. بنقلب الدقيق كويس بالميه، وبعد كده نبتدي بقى ندوس لتحت. شوفوا كانه بنلعب بوكس، قلت لكم برضه في العيش الشمسي كنا بنلعب بوكس. بس بس هو طبعا العيش بيحتاج شويه عجن عشان العجينه تبقى حلوه معانا. انا مسرعه الفيديو شويه علشان بس جايبه لكم العجين كله، بس مسرعه شويه بس عشان مده الفيديو. وبنحط الميه شايفين زي ما بنحتاج حبه بحبه، لاني انا ومش هقدر برضو بياخد العجينه كلها بتاخد قد ايه ميه. لان كل عجينه على حسب، في عجين بياخد ميه كتير وفي عجين مش بياخد ميه كتير. ببتدي اعجن فيه اهو. يعني هو خد معايا مده عجن حوالي 9 دقايق. انا طبعا يعني لخصت وسرعت الفيديو عشان مش هينفع اجيب المده كلها، بس انا قصدي ان هو بياخد شويه وقت عجين من 8 ل 10 دقايق عشان يتعجن حلو، عشان يبقى له عرق ويبقى حلو. انا هو كده بعجن فيه اهو. ابتدي الم الجناب وهرجع ادوس عليه برضو. هو كده خلاص ابتدى معايا. بصوا الحركه دي انا باخد من تحت لفوق، بس ان انا بدخل العجين هوا عشان الرغيف معايا يبقى حلو. انا ببتدي ادخل العجين هوا، باخد من تحت لفوق. بصوا سمك العجينه بقى، شايفين سايله ازاي؟ ده غير العيش الشمسي خالص. العيش الشمسي كانت عجينته يبس، يعني ايه، ناشفه عن كده، ماسكه شويه عن كده، لكن ده عجينته بتبقى طريه. دلوقتي انا بسلك ايدي من العجين، يا دوب حطيت ايدي في الماء بسلك ايدي من العجين، وببتدي اهو الم جنابه يعني هحاول ان المه بقدر الامكان. وبعد ما بلمه بقى بعد الوش كده بروح ايه، ببتدي احط ايدي في الدقيق واطبطب على الوش، يعني ايه، يعني اغطي وش الدقيق وش العجين كله بالدقيق اهو. بحط ايدي في الدقيق وابتدي ايه احاول ان انا اغطي وش ايه العجين كله، وبغطيه وبحطه في مكان دافي لحد ما يخمر. بصوا كده العجين معانا خمر اهو. بصوا يعني تضاعف حجمه ازاي اهو. هنبتدي بقى نقطع العجين. طبعا انتي حاولي ان انتي ما تقطعيهوش كبير، وانا برضو في الفيديو هتشوفوا معايا ان حتى لو اتقطع كبير هقول لك ليه حل. بس انا بقولك الافضل ان ما يتقطعش كبير. بس طبعا بما انك مبتدئه وممكن ما تعرفيش انك تقطعيه صغير، فانا عشان كده بقولك حتى لو اتقطع منك كبير انا هقولك على الحل. بس خليكي معايا في الفيديو. انا حطيت طبق دقيق وقطعت حته، وببتدي اني الفها في الدقيق. بصوا باخدها على ايدي بلفها زي الكوره، فاهمني؟ يعني ببرم الرغيف من تحت بس. وهبتدي بقى احطه عندي صاج رشه فيه رده، وهوريكم يعني ايه الرده. انا هجيب لكم الصاج دلوقتي بحط الرغيف ازاي، بس انا بوريكم مبدئيا التقطيع ازاي. طبعا لان الكاميرا مش جايبه طبق العجين والصاج كمان اهو. برضو هقطع رغيف تاني معاكم اهو، وببتدي برضو احطه في الدقيق اهو. بص انا كده بقى بشيل وهحط الصاج عشان اوريكم اهو. هرجع برضو الف الرغيف في الدقيق كويس، بحيث ان يبقى كله من تحت دقيق عشان ما يلزقش في ايدي. وابتدي الفه خالص لحد ما يبقى الرغيف كده ناعم معايا ومدور جميل، واروح سايباه في الصاج اهو. انا كده قطعت الصاج اللي معايا ده.
بوريكم يعني بعد ما قطعته هو شكله عامل ازاي. الساج اللي اتقطع معايا ما بحاولش طبعا ازنقه لان هو بيخمر تاني، فانت طبعا على حسب الكميه اللي بتطلع معاكي ممكن تحطي في صينيه تاني، ممكن تحطي في حاجه تاني. المهم ان احنا مش بنزنقه في بعضه علشان خاطر لما يخمر ما يلزقش بعض. بصوا مع ذلك شفتوا انتوا المسافه كانت قد ايه، وبصوا برضو الرغيفين مسكوا في بعض. هي دي الرد اللي بقولكوا عليها، بتبقى عند اي عطار او علاف. هحط على صينيه واحط معاها حبه دقيق وهقلبهم، وهبتدي دلوقتي هوريكم بقى بقلبهم اهو. هبتدي دلوقتي هوريكم بقى انا هفصل ازاي الرغيفين دول مع بعض، يعني عن بعض. خليكم معايا اهو. اهو انا بجيب بخلي الرده كده كده الصاج فيه رده، تبقى الرده من هنا ومن هنا. بحاول بص بالاتنين صباع، بصوا ببعدهم خلاص كده الفصل الرغيفين عن بعض. وابتدي اخد الرغيف واحطه فين في قلب الصينيه اهو. انا هوري بصوا الرغيف وخدته بكل سهوله، يعني ما تخافيش، يعني بالذات العجين ده انا عاوز قلب جامد. ما تعمليش مع العجين وانت خايفه، لا لا خالص. بس اهو هبتدي بقى. بص بقى يعني المفاجاه ان احنا هنفرده الاول. انا هحط على وش دقيق عشان وانا بفرده ما يلزقش، يعني انا هحط على وشه دقيق وانا بفرده ما يلزقش. هبتدي بقى اجيب النشابه دي اللي هي العجله دي. بصوا فرده سهل جدا وهيعلى معاكي وكل حاجه. يعني هو في التسويه هيعلى، مش تقولي مثلا عشان انا هعمله بالنشابه فهيطلع ساكع، لا 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 هيعلى. بس ايدك تبقى خفيفه جدا على العجين، يعني بتحسسي على العجين. انت بتفردي العجين وانتي بتحسسي عليه بس من غير مطرحه ولا اي حاجه. ولازم اساسي يبقى في رده تحت الرغيف عشان ما يلزقش في الصينيه، عشان تعرفي تشيليه من عليها اهو كده. خلاص بصوا انا برضو بحط على وشه دي عشان لو في حاجه لازقه اهو. بصوا انا دلوقتي بصوا يعني بصوا انا بوريكم سمكه. انا يعني مش بتخليه رفيع قوي ولا بتخليه تخين برضه عشان ما يطلعش قلبه تخين ويطلع ليه قلب جامد، مش هيبقى حلو. فاحنا ولا بنرققه قوي ولا بنخليه تخين. بصوا بقى انا عندي صينيه صينيه اللي هي المدوره العاديه بتاعت المكرونات بشاميل وكده. انا قلبها وهسويه هو كده، يعني الصينيه هتبقى على وشها اهو. شايفين؟ بصوا طبعا سمك الرغيف ده ملا الصينيه. انا هوريكم طبعا بقى انت دلوقتي لما تقطعي الرغيف وبعد ما تقطعيه. طب الرغيف ده طلع معاكي كبير، طبعا انا مبتدئه اساسا انا مش بعرف، فانت طبعا مبتدئه ومش هتعرفي. فهوريكي دلوقتي لو طلع معانا كبير نعمل ايه. خليكم معايا اهو. انا جبت دلوقتي اهو الرغيف. بصوا ببعد الاول الرغيف عن الصاج لان لازق شويه. وهبتدي اجيب برضو رده واحطها اهو عند اول الصاج عشان اعرف. بصوا واقسم الرغيف اتنين بصباعي. بصوا شايفين؟ مش هيحصل له اي حاجه، يعني الرغيف كده اتقسم مش هيحصل له اي حاجه. وهاخد كمان اهو اللي اتقسم وهفرده معاكم برضو واوريكم اهو. حطه على الصينيه. هنوسع الصاج وهنفرده برضو بالنشابه بكل سهوله. هحط له برضو دي من على الوش عشان بحيث اني اعرف افرده من غير ما يلزق ولا حاجه اهو. شايفين دي؟ ابتدي بقى اعمل بالنشابه زي ما قلت لكم بالراحه جدا. انا بحسس على الرغيف عشان الرغيف ما يطلعش معايا ساكع، عشان يعني في الفرن وهو بيستوي، قصدي سوري البوتاجاز من فوق. ما انا بعد كده بحطه في الفرن وهوريك عشان يعلى معايا اهو. انا طبعا جبت العيش الاول وانا بعمله بالنشابه عشان لما اروح على البوتاجاز، عشان انا يعني الكاميرا مش هعرف ان انا كل شويه مثلا من الرخامه للبوتاجاز، عشان يبقى التصوير واحد. فانا خلصت من فرد العجين عشان نروح بقى على التسويه ونشوف هنسويه ازاي مع بعض اهو. انا كده بوريهولكم. بصوا برضو سمكه ولا تخين ولا رفيع، كده سمكه مظبوط. هاخده برضو من على الصينيه وننقله على الصينيه اللي احنا هنسوي عليها. بصوا بالراحه وما تخافيش، يعني بصي انا ماسكاه بايد كمان وبنقل الصينيه التانية وهحطه عليها هو، ما ولا حصل له اي حاجه اهو. ببتدي احس لو كرمش مثلا شويه افرده بايدي عادي جدا
مش هيجراله اي شيء. بس هنبتدي بقى دلوقتي نروح على البوتاجاز عشان نشوف هنسويه ازاي مع بعض. احنا كده على البوتاجاز، انا مولعه النار. بصي بقى الافضل اساسا انك تبقى الصينيه دي على البوتاجاز وانتي بتحطي عليها رغيف عشان تبقى سخنه، يعني ده الصح. بصوا اول ما بصوا شايفين الرغيف اتشمع ازاي، انا كده حطاه على البوتاجاز. النار يعني حلوه، يعني اعلى من المتوسطه بشويه، لان المتوسطه برضه هتبقى قليله. اعلى من المتوسطه ليه؟ لان انا يعني قلبه الصينيه، ففي مسافه كده كده. اول ما يتشمع كده وشه، بصوا حطيته في الفرن على الشوايه. يعني بمجرد ما تشوفوا وشه اتشمع زي ما انا وريكم، هنحطه في الفرن على الشوايه، مش ببقى مولعه الفرن من تحت. بصوا عليه ازاي الرغيف، شايفين؟ فطبعا انت لو لسه مبتدئه، انا شايفه ان الحجم الرغيف كده احسن لك من انه يبقى كبير. طبعا انت معاكي الاختيارين. بص احنا كده خلصنا العيش بتاعنا، واتمنى ان يكون الطريقه سهله وعجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى ان العيش النهارده يكون عجبكم، وهحط لكم زي ما قلت لكم عيش الشمسي في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا عليه وباي باي.